ودلوقتي بقى بنوصل لاخر جزء احنا عايزين نوصل له في الاسكيميك هارت ديزيز كله، هو المانجمنت. احنا المانجمنت دلوقتي في موضوعنا هو الميوكارديال انفاركشن. فاول حاجه جايبها لك هنا هي عن مانجمنت اوف الستيمي، اس تي سيجمنت اليفيشن، ام اي. لان طبعا النون ستيمي حالتها مختلفه شويه، بس الستيمي هي الاخطر، هي المور دينجرس، هي اللي جزء كبير من القلب فعلا مات، هي المور فيتال. فهو مركز دلوقتي على المانجمنت بتاع الاستمي. اول ما العيان جالك الاستقبال المفروض تتعامل معاه ازاي؟ طبعا احنا كنا عارفين من زمان من ستيب 1 ومن البطنه النيمونيك المشهور بتاع منى، اللي هو مورفين واكسجين ونيتروجليسرين واسبرين. ماشي، ده كلام بتاع تانية ابتدائي طب. احنا دلوقتي في ستيب 2، فندخل بقى في كلام اعمق شويه. في كلام كل الناس هتاخده، بعد كده نبرسونلايز التريتمنت شويه. ايه بقى اللي كل الناس هتاخده؟ زي مثلا الاكسجين، لو الساتوريشن واقع عن 90%، او لو العيان في حاله ديزنيا واضحه هحتاج ان انا اديله اكسجين. الحاجه الثانيه هديله انتي بليتلت دراجز. خلي بالك، اتنين انتي بليتلت دراجز مهمين. اتنين انتي بليتلت دراجز مهمين. الاسبرين طبعا انت عارف 325 مللي جرام. الثاني اي دي بي ريسبتور بلوكر، اللي هو دايما تلاقي مكتوبه بي 2 واي 12 انهبيتور. ده اللي هو اي دي بي ريسبتور بلوكر عشان ينهبت الاكسبريشن بتاع الجلايكوبروتين 2 بي 3 اي بتاع الاجريجيشن. زي طبعا مين الادويه دي لو انت فاكر من ستيب 1؟ الجريلات بقى، كيلو بيدو جريل وتيكيا جريلور والحاجات دي. دول مين دول؟ دول انتي بليتلتس، تمام؟ اسبرين والاي دي بي. طبعا الاسبرين هنقول بعد شويه ان احنا ما ينفعش نديه لو احنا شاكين ان العيان ده عنده اورتيك دايسكشن. في بيبرز كتير بتتكلم عن الموضوع ده ان هو ريسكي، بس احنا دلوقتي بنتكلم ان احنا عارفين ان دي حاله استمي، فاحنا ده اللي بنتكلم فيه دلوقتي. ماشي؟ طيب ايه كمان بدي؟ ممكن ادي نايتريتس، وليها طبعا اعتبارات وليها كونترا انديكيشنز هنقولها دلوقتي مهمه جدا. ممكن ادي كمان بيتا بلوكرز. بيتا بلوكرز بس برضه ليها اعتبارات خاصه. ان مثلا هل ينفع ادي بيتا بلوكر لو واحد جايه له ام اي، والام اي دي مبوظه له كوندكتيف سيستم، ضربت الاي في نود والاس اي نود وفي براديكارديا وفي مش عارف الحاجات دي كلها؟ ما ينفعش. تمام؟ فما ينفعش ادي مع الهارت بلوك، ما ينفعش ادي مع البراديكارديا، ما ينفعش طبعا ادي لو في كرونيك هارت فيلير عند العيان ده، ما ينفعش ادي لو في هايبوتنشن. كل دي حاجات واضح ان انا لو اديت البيتا بلوكر هتضر العيان اكتر ما تفيده. يبقى بصفه عامه انا بدي بيتا بلوكر، لكن مع اعتبارات خاصه. اركز في السؤال علشان ما اغلطش. يقول لك الهارت ريت بتاعه ده 60 دلوقتي 55، ويحط لك في الاختيارات شويه ادويه منهم البيتا بلوكر. هو صح البيتا بلوكر، بس دلوقتي مش صح. تمام؟ ايه كمان؟ الحاجات بقى الدواء اللي احنا يعني على الاغلب هننساه، كل الناس بتنساه ما بتفكرش فيه، شايفاه مش مهم. يعني مش عارف ليه بصراحه، بياخدوها بالمنطق كده ان احنا محتاجين ندي حاجات تداوي الجلطه وضد الجلطه وضد البليتلت. ادي ليه اي حاجه انتي ليبيدز يعني ضد الدهون؟ ادي ليه هاي دوز ستاتنز؟ الحقيقه البيبرز هي اللي قالت كده، ان دي حاجه يعني بتنقذ حياه العيان. وبنقولها كمان في النيورو، يعني مش بس هنا. ستاتنز من اهم الادويه على الاطلاق. بتتسال بالتحديد لانهم عارفين الناس مش بتهتم بيها، الناس بتهتم بالاسبرين والريبرفيوجن والحاجات دي كلها. مين بيهتم بالستاتين؟ تمام؟ هاي دوز ستاتين زي مثلا الاتورفاستاتين، ده 80 مللي جرام، ننسى اللي هو كاتبه يعني. تمام؟ وانتي كواجيوليشن ممكن ادي اللي هي حاجات بقى الهيبارين والهيبارين الترناتيفز زي اللونوكسابارين والبايلافيردين والحاجات دي كلها كانتي كواجيوليشن. بس طبعا الانتي كواجيوليشن ليه اهميه اكتر شويه مع حالات النون ستيمي، انما احنا هنا بنتكلم في ستيمي. يبقى إيه المربع الاول اللي كل الناس لازم تكون بقى اورينتد بيه؟ تمام؟ عشان ده هنقوله تاني دلوقتي. اكسجين لو انت محتاجه 90%، او ديزني. انتي بليتلتس اسبرين الا في حالات الاورتيك دايسكشن، واي دي بي ريسبتور بلوكر. نايتريتس وهنقول الاعتبارات بتاعتها، بيتا بلوكرز وقلنا كونترا انديكيشنز، وستاتين ما ينفعش تنساها، وممكن انتي كواجيوليشن. طيب نبرسونلايز التريتمنت شويه. واحد عنده ام اي بس الالم مستمر مش راضي يروح، رغم كل اللي احنا قلناه ده الالم مستمر. تمام؟ او هايبرتنسيف، او هارت فيلير. احنا ايه ده؟ ثلاث احتمالات: persistent pain، hypertension، heart failure. اديله اي في نيتروجليسرين. ركز، اي في نيتروجليسرين اللي احنا قلناه من شويه. هتقول لي ما احنا اديناه له. لا، احنا اديناه له سبلينجوال، خد حبايه تحت لسانه. دلوقتي طب الالم لسه مستمر يا دكتور، والم مش قادر يستحمله، بنقيس له الضغط لان ضغطه عالي، او هو هارت فيلير. ينفع في هذه الاحوال اديله اي في نيتروجليسرين. واتس ذا نيكست ستيب اوف مانجمنت؟ سؤال كده واضح.
او سب لينجوال اي في نيتروجليسرين. بيتا بلوكر تختار اي في نيتروجليسرين. طبعا نيتروجليسرين ما ينفعش تديه لو العكس بقى في هايبوتنشن. احنا عايزين نوطي الضغط اكتر، وبالاخص بقى في حالات الرايت فنتريكل انفاركشن قلناها. احنا مش ناقصين نوسع الكاباسيتنس بتاعت الفينز وندخل العيان في شوك، لان خلاص الدم مش هيوصل للناحيه الشمال اصلا يعني. او لو في سيفير اورتيك ستينوزس برضه، يعني كل ايه التعارض مع النيتروجليسرين؟ انه ما يهبطش ضغط العيان جامد. مين اللي معرض ان ضغطه يقع؟ رايت فنتريكل انفاركشن، او لو عنده سيفير اورتيك ستينوزس. طب مين اللي ليه الانديكيشن، مين الانكلوجن للاي في نيتروجليسرين؟ if persistent pain or hypertension or heart failure. ركز في السؤال كويس. طيب اوبشن كمان persistent pain، لا persistent severe pain، العيان هيموت حرفيا مش مستحمل الالم ومستمر ومش راضي يروح، اشد واشد واشد. هدخل بقى على اللي قلناها زمان في منى، مورفين، اي في مورفين. ينفع تديله مورفين دلوقتي. تمام؟ يبقى يا دكتور الالم مستمر، نيتروجليسرين ما نفعتش، الاي في نيتروجليسرين ما خففتوش، خلاص اديله اي في مورفين. تمام. اوبشن اللي بعده لسه قايلين ما ينفعش ادي بيتا بلوكر مع براديكارديا. طب افرض هذا الشخص اللي عنده براديكارديا او ساينس براديكارديا يعني بسبب الام اي طبعا بقى ابتدى يكون هيمودايناميك انستيبل، خلاص هيموت، ضغطه بيوطى، ما القلب النبض بتاعه بطيء جدا، خلاص قرب يقف. مش هكتفي ان انا ما اديلوش بيتا بلوكر، لا ده انا اديله دلوقتي اي في اتروبين. لاحظ احنا بنقول ايه؟ الاعتبارات الخاصه، البيرسوناليزيشن بتاع التريتمنت دلوقتي في كل الحاجات دي كله اي في. واضح انها حالات تستحق السبيشال تريتمنت، عشان كده احنا ايه بنديها اي في نيتروجليسرين، اي في مورفين، اي في اتروبين. واخيرا لو العيان بقى عنده بالمونري اديما ككومبليكيشن يعني طبعا الام اي او مايترال ريجرج اللي حصل، بديله اي في فيورزامايد لوب دايوريتيك. تمام. طب في كونترا انديكيشنز؟ بص في السؤال كويس، قال لك ضغط العيان ده واطي، ينفع تدي فيورزامايد لوب دايوريتيك وضغط واطي؟ او لو في هايبوفوليميا هتموت العيان. تمام. يبقى احنا نخلي بالنا، احنا هدفنا ان احنا نخلي العيان يعيش مش ان احنا نموته يعني. تمام. خدنا الصيغه الاولانيه وخدنا الاعتبارات الخاصه، فاضل الحاجه الثالثه والاخيره والاكثر اهميه انك انت تكون عارفها كويس قوي، الريبرفيوجن. اهم حاجه هتنقذ حياه العيان ده ايه؟ ان انا ارجع له الدم من القلب قولا واحدا، ريبرفيوجن. طيب ريبرفيوجن كده زمان كنا بنقوله ريبرفيوجن ونسكت، دلوقتي احنا بنقول ما هو وما هي شروطه في غايه الاهميه. انا عندي نوعين من الريبرفيوجن، يا اما الراجل الكارديولوجيست الجميل يدخل بالقسطره بيركيوتينيوس، تمام، بي سي اي، بيركوتينس كوروناري انترفنشن يعني، ويحط ستنت او الثرومبولايسيس او فايبرينولايسيس، ان انا ادي دواء يدوب الجلطه. مين المستحب ومين اللي مش مستحب اكتر لو جاز التعبير؟ مش حابين ان احنا نوصل للثرومبولايسيس، ان احنا ندي ادويه تدوب الجلطه لانها تعرض العيان للنزيف وحاجات كتير كده يعني. تمام، مش احسن حاجه. انا عايز استعمل معاه ايه؟ البي سي اي، القسطره هي افضل حل. طب القسطره دي اي حد جات له ام اي ياخدها كده عادي؟ لا لا، الجايد لاينز مهمه جدا. في جايد لاينز كده من سنه 2013 اتعملت للموضوع ده، وحاجه كده مقدسه يعني لازم تكون عارفها. يقول لك يا دكتور العيان ده من اول ما دخلك الاستقبال، من اول ما اشتكى لك اه يا دكتور في الم شديد، لغايه ما انت عرفت ان ده حاله ام اي وتستحق الانترفنشن بريبرفيوجن ثيرابي، ما تكونش عديت ال 90 دقيقه. ساعه ونص بحد اقصى. بحد اقصى من ايه؟ في ناس ما خدتش بالها من اللي انا قلته. 90 دقيقة بحد أقصى من ظهور الأعراض في البيت؟ لا، مش من ظهور الأعراض في البيت، من ظهور الأعراض في المستشفى. يعني العيان يجي لك، بيسموها إيه؟ في كلمة حلوة قوي لو دورت عليها، يقول لك دور تو بالون. دور تو بالون تايم، يعني من أول دخوله لباب المستشفى وحتى البالون اللي هو الستنت اللي هي القسطرة اللي احنا بنعملها له. دور تو بالون تايم ما يزيدش عن 90 دقيقة. تمام، لو المكان فيه الفاسيلتيز اللي تسمح بتركيب القسطره. طب المكان او المستشفى او راح الوحده الصحيه ولا اي حاجه يعني وعدى خلاص مش هيلحق في 90 دقيقه انه يعمل القسطره، بيتم السماح ب 30 دقيقه زياده ان احنا نوصل ل 120 دقيقه وقت اضافي. افتكرها دايما كده ماتش كوره، عدت 90 دقيقه مش ما لحقناش في 90 دقيقه وطلعنا متعادلين، ادي اكسترا تايم شوطين اضافيين هتوصل لغايه 120 دقيقه. ده الايه هو ده؟ دور تو بالون تايم، ما تنساش.
عيان جالي من اول ما دخل المستشفى، عملت له الاي سي جي وعملت له التحاليل وعملت كل حاجه، اتاكدت ان ده ام اي، وقررت ان انا هدخل اعمل له قسطره، ما تزيدش عن 90 دقيقه، وبحد اقصى لو هنقله لمكان تاني لو انا ما عنديش 120 دقيقه. طيب امال من اول ظهور الاعراض في البيت، مش من المستشفى بقى، up to 12 hours. تمام، عشان في ناس بتقول كلام عجيب قوي في الحته دي. يعني ينفع يكون جات له من الاعراض بدات تظهر من 5 ساعات عنده في البيت؟ عادي. ال 90 دقيقه او ال 120 دقيقه دي على باب المستشفى. تمام، نتمنى تكون واضحه. سؤال بيقول لك ايه ريكومندد الدواء يعني اللي احنا ناخده الكومبليكيشن لام اي اكيوت بالمونري اديما، قلنا فيورزامايد، لوب دايوريتك، اي في طبعا، لما يقول لك اي في ولا اورال كل الحاجات دي ركز انك تقول اي في، الا لو العيان ضغطه واطي. ايه الدواء اللي المفروض ما تاخدوش لواحد ام اي ودلوقتي هو كونجستيف هارت فيلير او براديكارديك؟ طبعا بيتا بلوكرز، قلنا ممنوع تماما يعني، او ان احنا نتجنبها تماما. تجميع تاني اللي احنا لسه قايلينه، مفيش مانع ان احنا نراجع. ايه هو المانجمنت بتاع الاستمي المربع الاولاني كده عشان ما تنساهوش؟ اكسجين لو انت 90% او في ديزني، نايتريتس سبلينجوال اللي احنا قلنا في الاول، الا لو تاخد بالك طبعا يعني لو العيان هايبوتنسيف او رايت فنتريكولار انفاركشن او سيفير اورتيك ستينوزس، بتدي انتي بليتلت ثيرابي، الديوال ثيرابي اللي هو اسبرين واي دي بي ريسبتور بلوكر. الانتي كواجوليشن قلنا سواء انفراكشنيتد هيبرين او لو موليكولار ويت هيبرين او باي فيلاريودين، ده الانتي كواجوليشن. البيتا بلوكرز وقلنا ان احنا ما ينفعش نديها لو هارت فيلير او في ريسك كارديوجينيك شوك او في براديكارديا. تمام. والستاتنز طبعا as soon as possible، دي مهمه جدا. وريبرفيوجن قلنا في خلال 90 دقيقه up to 120 دقيقه. ده ملخص يعني، لكن السكيما كانت مهمه جدا، ترتيب الاحداث اللي قلناها دي. طيب البي سي اي بيقول لك ريكومندد للعيان الاستمي، شايف زي اللي احنا سائلينه دلوقتي، من خلال السيمتومز تكون في خلال قد ايه؟ 12 اورز. طب من خلال دخوله الباب، من بدء دخوله الباب المستشفى، فيرست ميديكال كونتاكت 90 دقيقه. تمام. لو في البي سي اي، لو مش متاحه قلنا بنزودها لغايه 120 دقيقه عشان يلحق يا دوب ياخد الطريق الدائري ويوصل لاقرب مستشفى فيها قسطره. تمام. سؤال لطيف جدا وحلو خالص، ده ما اتقالش قبل كده فركز كويس فيه. من ضمن الحاجات اللي بتحصل لعيان الام اي بعد وقت بسبب الام اي ككومبليكيشن او كسيكونس، نقدر نقول سيكونس يعني، ان بيحصل حاجه اسمها ريموديلنج، يبتدي اعاده تشكيل للفنتريكل. اعاده تشكيل للفنتريكل ليها علاقه بالاميون سيلز اللي بتيجي، يعني في كذا باثوفيسيولوجي في الموضوع. الفنتريكل بيتغير شكله مع الوقت، يحصل له ثيننج، يحصل له دايليشن، يحصل له هايبرتروفي، فبيكون في ريموديلنج بيحصل بسبب الام اي. فبيجي يسالك يقول لك ايه الدواء الافضل ان احنا ناخده عشان يلحق الريموديلنج انه ما يحصلش؟ يقول لك وبالاخص لو احنا بدانا ناخده في خلال 24 ساعه هي الاس انهبيتور، وعلى فكره مش اول مره نسمعها، دايما نسمع الاس انهبيتور في موضوع الريموديلنج، كنا بنسمعه زمان في الهارت فيلير، فدلوقتي احنا بنتكلم عنه في الام اي. من اول 24 ساعه ينفع ابتدي ادي اس انهبيتور عشان امنع الريموديلنج بتاع الفنتركل. يعني من ضمن الميكانيزمات بتاعت الاس انهبيتور ان هو لانه انت عارف انه بيزود البراديكاينين، بيقلل تكسيره، فالبراديكاينين الكاينينز دي يعني ليها افكت على الجروث، ليها انتي جروث افكت شويه، فده يعني هو من الحاجات اللي بتشارك انها تمنع الريموديلنج بتاع الهارت. اتمنى تكون واضحه يعني. المهم ان احنا عايزين نقول ايه؟ اس انهبيتور تمنع الريموديلنج. اللي بعده اي انترفنشن، سؤال سهل جدا والغريب انه يغلط جدا. ايه يا دكتور افضل انترفنشن ينقذ حياه العيان واللونج تيرم مورتاليتي في حالات الاكيوت ستيمي؟ هيقول لك اس انهبيتور ولا بي سي اي وفايبرينولايسيس. يعني مش محتاجين نقول ان احنا نعمل ريبرفيوجن، دي اهم حاجه هتفرق في اللونج تيرم بتاع العيان ده، نلحق نعمل ريبرفيوجن في اسرع وقت. احنا معلقه في دماغنا شويه ليه بنتلخبط؟ الاس انهبيتور عارفين انها بتحسن مورتاليتي حاجات كتير قوي، من ضمنها الهارت فيلير، بس انا بتكلم دلوقتي على حاله ستيمي، يبقى ايه افضل حاجه؟ طبعا الريبرفيوجن يعني. طيب الانيشال مانجمنت، ركز، هايبوتنسيف بيشنت ضغط واطي، رايت فنتريكل ام اي،
ولو نورمال جاجولار فينوس بريشر. تمام. طبعا انا بقول ان في هايبوتنشن ورايت فنتريكل ام اي، يبقى احنا قلنا ايه الحاجات اللي نتجنبها زي النيتريتس. لا انا دلوقتي عايزه، بيقول لك تدي له ايه؟ تدي له اي في سلاين، تعلق له بقى حاجه تحاول تريستور البلاد فوليوم تاني يعني. تمام. recommended reperfusion therapy لحاله نون ستيمي. تمام. قلنا النون ستيمي طبعا مش خطيره زي الستيمي. في خلال 12 hours من بدايه الاعراض، وما ينفعش يعدي بالبي سي اي طبعا فايبرينو لايسيس. تمام. احنا قلنا من ضمن الاوبشنز المتاحه والمهمه جدا في النون ستيم هي الانتي كواجولانت ثيرابي زي الهيبرين واللو موليكولار ويت هيبرين، وده بيكون اكوردنج للبليدنج ريسك بتاعت العيان، بيقسموها بطريقه معينه يعني. تمام. سو هنا السؤال على النون ستيمي، بس هي مش محتاجه. هو اللي بيقول لك واحد ما ينفعش يدخل بي سي اي، خلاص يبقى هتدوب له الجلطه يعني. اللي بعده بيقول لك تريتمنت اوف تشويس برضه لحاله نون ستيمي، بس ركز بقى في الكلام. عنده تشيست بين، ماشي، واضح منطقي، واجيتيشن ودايليتد بيوبلز، اعتقد دي قلناها قبل كده. ده واضح ان ده السبب، ان ده واحد ايه، واخد كوكين، واللي عنده، والمشكله اللي عنده دلوقتي والاسكيميا اللي في القلب اللي عنده دلوقتي بسبب الكوكين. فعشان كده التريتمنت بتاعه على طول اي في بنزودايزابينز. تمام. مش هنقول اي حاجه تانية يعني في بقيه الاختيارات، لان هو قال لك نورمال كاردياك انزيمز، فواضح ان الحاله لسه ما دخلتش ان في حته في القلب ماتت يعني. كان ممكن نلحق ده بالبنزودايزابينز. بتهدي كل حاجه، بتهدي القلب وبتهدي كل الاعراض، حاجه كده سحريه يعني. اللي بعده سؤال حلو قوي. بيقول لك يا دكتور، واحد عملنا له كابج كوروناري ارتري باي باس جرافت، دي غير طبعا البي سي اي اللي احنا بنتكلم عليه. المهم بعدها بيوم، بعد ما عملنا له هذا الكابج، لقيناه ضغط واطي، لقيناه تاكيكارديك. تمام. يبقى في هايبوتنشن اند تاكيكارديك، وكمان شويه ارقام دخلوا قاسوها له كده في القلب عرفوها. لقينا الرايت اتريال بريشر عالي 20، احنا قلنا الطبيعي تقريبا 4 ولا حاجه. البلمونري كابيلاري ويدج بريشر اللي هو بتاع الليفت اتريوم برضو عالي 20، احنا قلنا الطبيعي بتاع الليفت اتريوم تقريبا في حدود 9. فالرايت اتريال بريشر والليفت اتريال بريشر عالي، والرايت فنتريكل كمان عالي 35 على 20. تمام. مش من الطبيعي ان هو يكون 20. فواضح ان في ارتفاع عام كده في الضغط بتاع القلب، وفي تساوي كمان في الارقام بتاعته. فمعلش بقى نفكر كده بالمنطق. واحد عمل عمليه في القلب، في مشارط دخلت في القلب، نتخيلها بس كده يعني. دلوقتي ضغطه واطي والضغط جوه القلب عالي، تفتكر ايه؟ دي حاله كاردياك تامبونات. ليه كاردياك تامبونات؟ الدم عمال يطلع من القلب وبيضغط على القلب، بيضغط عليه، فرفع الضغط الدايستوليك جوه القلب زي ما احنا شايفين العشرينات اللي رفعت اللي احنا شايفينها دي. في نفس الوقت القلب ما بقاش قادر يضخ دم خالص، غير الدم اللي هو فقده طبعا، بس هو ما بيضخش دم، فعشان كده بقى فيه هايبوتنشن وبيحاول يعوض ده بالتاكيكارديا. كل ده في سياق ايه؟ حاله عمليه في القلب، كابج، واحد دخل يعني عملنا له عمليه، فممكن يكون حصلت له كومبليكيشن انه التامبونات دي عندي اتكونت. تمام. يبقى بعد عمليه ناحيه القلب وفي هايبوتنشن وارتفاع في الضغوط اللي جوه القلب مع تساويها زي ما احنا لسه شايفين كده، ده بيرفع الاحتماليه بتاعت ان دي حاله كاردياك تامبونات. السؤال ده بالمناسبه مش هيكون سهل يعني، احنا عشان نقراه مع بعض دلوقتي بس، حطه في دماغك كويس يعني. بص بقى السؤال ده برضو جميل جدا، دي مش اسئله مكرره خالص على فكره يعني، دي اسئله جديده كلها. واحد عملنا له قسطره، مش كابج بقى، دخلنا له بي سي اي عاديه زي اللي احنا لسه قايلين، وجاي لي دلوقتي بايه؟ يا دكتور ده في الم هنا اهو في الجنب اليمين من تحت، سوبرا انجوينال تندرنس، بندوس عليها كده في بين. وبالسيتي سكان لقينا في كلكيعه بيضه كده اهو موجوده في بطنه. انت عارف ده غالبا ايه؟ السؤال ده على فكره ده ستيب 1، ده بقى جه قبل كده ده. دي حاله ريترو بريتونيال هيموريج. one of the important complications للقسطره ان انت تدخل تعور مثلا الاكسترنال الياك ارتري، انت داخل من الفيمورال طبعا، تعور الاكسترنال الياك ولا حاجه فتنزف نزيف ضخم جدا، ريترو بريتونيال هيموريج، والاشعه ضروريه جدا فيه. فحط دايما في دماغك الحته دي. واحد اتعمل له قسطره، هي القسطره داخله منين؟ ما داخله من تحت من هنا عند الفيمورال، ودلوقتي في الم شديد في الحته دي، وارد تكون في نزيف. تمام.
طبعا دي الصوره، شايف الاشعه هنا، شايف الهيموريج قد ايه، هو ده الريتروبريتونيال هيموريج. دي هنا الكدني، ادي الاورطه، ادي الكومن الياك ارتريز. تمام، واضحه جدا، وصوره الاشعه يعني ايه لا يخطئها يعني احد. تمام، سؤال جميل برضو وجديد. واحد ركبنا له قسطره بالفعل، تمام، قال لك يا دكتور جات له ام اي ودخلنا بالبي سي اي وركبنا له قسطره، والنهارده جاي لي ببتاع تانية، بام اي تانية، ويجي يسالك شويه حاجات بقى، ايه السبب بتاع الكلام ده كله؟ ينفع يجي في دماغنا ان جت جلطه على الستنت؟ اه طبعا. ايه اللي يمنع نتيجه جلطه على الستنت؟ الستنت ممكن تكون عليها جلطه، ستنت ثرومبوزس من اهم الريسك فاكتورز، ويمكن اهمها ان يحصل جلطه في الستنت تاني اللي احنا حطيناها، هو ان العيان يوقف الانتي بليتلت ثيرابي. زي ما انتم عارفين ان احنا لما بنركب قسطره العيان لازم يمشي على انتي بليتلت دراجز. في ناس طبعا بتطلع بسبوبه حلوه من شركات الادويه يعني بسبب الموضوع ده يعني، بس مش هنقول يعني. المهم، ف لما انت دلوقتي كبيشنت حطيت ستنت، حطيت حته حديده جوه الكورونري وبطلت تاخد الانتي بليتلت دراجز مره واحده كده، ده بيعرضك تعرض شديد جدا ان ده يبقى في جلطه جديده تتكون فيها في نفس المكان. تمام. ديفرنشال دايجنوزس حلو قوي. احنا بقى اتكلمنا بقى في الكلام الجامد اللي من شويه، نحلي بقى علشان نختم الموضوع ده عشان طول بصراحه، موضوع الام اي ده 3 ساعات بنتكلم فيه يعني. ديفرنشال دايجنوز للتشيست بين، يا اخي هو انت مش عارفهم؟ طب خلاص ممكن نراجعهم يعني، ما تعصبش نفسك يعني. ايه اللي انت تتوقعه لما يجي لك في الاستقبال واحد عنده الم في صدره؟ كل حاجه بقى اقولها. طبعا اول واحده واهمهم هي كوروناري ارتري ديزيز بكل انواعها، انجينا وام اي، وقلنا بقى مواصفاتها وسبسترنر وراديتنج، واللي بتزيد مع المجهود وبتقل بالريست والنيتروجليسرين. وطبعا ده في حالات ان هي لو تيبيكال سيمتومز، ممكن تكون اتيبيكال سيمتومز عادي جدا. تمام. طيب اللي بعدها ممكن ننزل بقى على اللنج، بالمونري وبلوريتك تشيست بين، ممكن كمان بيريكاردايتس. الحاجات دي كلها هيكون ايه؟ في نغزازه كده، هو ستابنج بين، شارب بين، ودايما ليه علاقه بحركه معينه. هتلاقيه ورس وانسبيريشن، ياخد نفس جامد هتلاقي فيه الالم زاد. هل ده يحصل مع الكاردياك بين؟ لا طبعا ما يحصلش. البريكاردايتس مهمه جدا جدا، خلي بالك منها. يقول لك ده يا دكتور لما بيجي ينام على ظهره يحس بالم شديد، يميل لقدام يرتاح، قلناها من شويه الموضوع يميل لقدام يرتاح، ويبقى كتر خيره قوي لو جاب لنا كمان الاي سي جي بتاع البريكاردايتس. طب لو من اللنج بقى في نيوموثوركس او بالمونري امبوليزم، هنلاقي فيه ريسبيراتوري ديستريس وهايبوكسيا. ماشي. ايه كمان ممكن يكون عندي الم في التشيست؟ من اهم الحاجات الاورتا، اورتك دايسكشن او انترال ميورال هيماتوما. دايسكشن من اهم الحاجات. يكون الم فجاه، يقول لك فجاه الم زي ما يكون كده بيتمزع، ما هو ده اللي حصل على فكره. الاورطه بيتمزع، الوول بتاعته بيكون راديتنج تو ذا باك، بيفكرنا بالبنكرياتايتس، وبيكون في الرجاله الكبار، وبالاخص اهم ريسك فاكتور الهايبرتنشن، وطبعا لو سموكر يبقى زودها اكتر. تمام. ايه كمان ممكن عادي بقى؟ الحاجات بقى اللطيفه اللي ما بنخافش منها، اللي مش بنحطها دايما اول احتمال علشان الريسك الشديد اللي فاتوا، هي الجرد، ارتجاع في المريء. هي المشكله ان اللي بتحصل كتير قوي، حد يجي بحرقان فالدكتور يديله حاجه كده بروتون بامب ويطلع في الاخر ام اي، فعشان كده ما ينفعش تحطها دايما اول احتمال. المهم ان الجرد ده اول حاجه الالم بتاعه نون اكزertional، يعني لو خليته يجري كده على التريدميل مش هيحصل له اي حاجه، يطلع 20 سلم يعني مش هيزيد الالم ولا يقل. ريليفد بالانتاسيدز مش بالنيتروجليسرين. بيكون موجود برضو في الابدومين، ابر ابدومين والسبسترنم، فهو يعني مش سبيسيفيك، ما بقاش ان احنا نشوفه سبيسيفيك قوي دلوقتي. اسوشيتد طبعا مع ريجيرج، في ارتجاع، بتلاقي حاجات طالعه في زوره، وفي نوزيا، وفي ديسفيجيا، وكمان اللارنكس بيكون اريتيتد، والفوكال كوردز، وفي ديسفونيا، وحاجات كتير كده اهو. والالم يزيد وهو بالليل، وبعد ما يتعشى، بعد ما ياكل، بعد ما يشرب قهوه، الكلام بقى اللي احنا عارفينه ده كله. اخر حاجه التشيست وول، واللي هو الريبس بقى والبونز والحاجات دي، هيقول لك ان في الم مستمر لفتره طويله. وبالمناسبه دي حاجه مهمه جدا، هنلاقي ان دول بيتميزوا ان ممكن الالم يستمر لفترات طويله، لكن هل الكاردياك بين ينفع مثلا يقول لك بقى لي ساعه ولا ساعتين عندي انجينا، في انجينا تقعد ساعه او ساعتين؟ لا طبعا ما ينفعش. هي يا اما تقعد دقايق وتروح لحالها، يا اما هتدخل في ام اي والعيان هيروح واقع بقى يطب مكانه. لكن واحد قاعد بالالم بتاع الام اي مثلا او انجينا لمده ساعه، ده ما ينفعش. فاحنا ممكن نقول ده في الجيرد، ممكن نقول ده في التشيست وول، الم مستمر وطويل.
وميزه كمان التشيست وول بين ان هو زي ما قلنا في البلمونري ليه علاقه بالحركه. للريبس بقى لما تيجي تحرك الريبس، الريسبيراتوري موفمنتس، تشينج ان بوزيشن، اي حركه بقى في التشيست هتلاقي فيه بين، ويكون في كمان تندرنس لو دوست عليه بايديك. تمام. الكلام ده اعتقد يعني هيف من الهيافه يعني. طيب سؤال حلو قوي اللي احنا لسه قايلينه اهو دلوقتي، بيقول لك واحد بقاله الم تشيست بين بقاله اكتر من ساعه، يونج بيشنت، والكاردياك انزيمز تمام، والبلمونري او كاردياك اكزامينيشن البلمونري اكزامينيشن تمام، خلاص يعني عايز اقول لك استثني كل حاجه، دي حاله جيرد، وبيقول لك unrelated to activity خصوصا لو بوست برانديال. طيب قلنا تشيست بين ده بقى عشان نيجي لحته مهمه جدا، اصحى بقى معايا خلاص بجد بنخلص. لما يجي لك واحد في الاستقبال، انا عندي الم، في جايد لاينز بتمشينا. واحد عنده الم في صدره تشيست بين، اعمل معاه ايه؟ طيب نركز كده. اول حاجه بسرعه في اسرع وقت تتعلم تكون بتاخد هيستوري سريع، فوكس هيستوري واكزامينيشن في اسرع وقت. تمام ممتاز. وفي نفس الوقت ده تكون الممرضه بتركب له الكانيولات في فينوس اكسس عشان هنحتاجها ضروري. ولازم تكون بتعرف له الفيتال ساينز. ليه؟ لان احنا اول حكم هنحكم على هذا العيان ده هل هو ستيبل ولا انستيبل. قبل ما تفكر وتقول انا ام اي ولا مش ام اي ولا ده تشيست بين ولا، شوف العيان ده افرض انستيبل هيموت، هيموت بسبب الهيموداينامكس اللي بتقع دي والضغط اللي بيوطى والقلب اللي هيقف. مش وقت بقى ان انا اشوف التشخيص بالظبط، لا انا لازم الحق العيان ده، لازم اعمل ستابلايزيشن الهيموداينامكس بتاعته واعلق له محاليل واظبط له كل الدنيا دي بحيث ان اضمن ان هو على الاقل يفضل عايش. تمام. طيب تعالى للستيبل بيشنت. طيب يا دكتور لا الضغط بتاعه مش واقع ولا حاجه، هو ستيبل. اول حاجه هنعملها ايه؟ شايف احنا بنتكلم على حاله التشيست بين، ده اللي بنقوله بقى اتيبيكال سيمتوم مش اتيبيكال سيمتوم، مش موضوعنا. احنا لما كنا بنقولها تاني بنكررها تاني، كنا بنقول الكلاسيك سيمتومز بتاعت الانجينا، مش عشان ده اللي هيحكم التعامل معاه في الاستقبال، لا طبعا. هو احنا اي حد جاي لنا بتشيست بين وستيبل هنعمل له ايه؟ اي سي جي على طول. حرقان يا دكتور اي سي جي، هيفي مش عارف ايه اي سي جي. تمام. بعمل له ايه بقى؟ اي سي جي وتشيست اكس راي الاثنين، اي سي جي وتشيست اكس راي. وفي نفس الوقت ممكن ادي كمان اسبرين، يبقى اي سي جي وتشيست اكس راي. وزي ما قلنا الاسبرين ما بنديهوش مع الاورتيك دايسكشن الا لو يعني الحاله لو ريسك من الاورتيك دايسكشن، مش شاكين قوي من حاله العيان، مش اولد ايج وسموكر وهايبرتنسيف ومش عارف ايه، فممكن لو انا مستبعد الاورتيك دايسكشن ادي له اسبرين. ربما يعني الاسبرين يعرضه مثلا لهيموريج ولا حاجه بسبب الاورتيك دايسكشن ميبي. بس هو المهم ان اللي بيقوله لنا دلوقتي ايه؟ عيان داخل عليا الاستقبال بألم في التشيست وستيبل بيشنت، يلا اي سي جي وتشيست اكس راي واسبرين. واضحه؟ تمام. طيب نكست ستيب بتعتمد على الاي سي جي قولا واحدا. الاي سي جي قال ايه؟ الاي سي جي قال لك ايوه ايه؟ ايوه اكيوت كوروناري سندروم. خلاص ابتدي اتعامل معاه بقى ان هو ستيمي باللي احنا لسه قايلينه او نون ستيمي بالانتي كواجيوليشن اللي احنا قلناهم او بقى بالبي سي اي والكلام ده كله. تمام. ده لو قال لنا كده احنا عارفين هنتعامل معاه ازاي، احنا عرفنا ان ده حاله ستيمي او نون ستيمي. طيب لا الاي سي جي ما وضح لناش، مش عارفين يعني مش عارفين ايه بقى اللي عنده إيه. ببص بقى على التشيست اكس راي، الدور بقى على التاني اللي احنا عملناه، ما احنا عشان كده عملنا تشيست اكس راي. تشيست اكس راي موضح الدايجنوزس، جايب لنا حاجه في اللنج، حاجه في الاورطه، حاجه في الميدياستاينم، حاجه مش عارف ايه، خلاص هتعامل معاها بقى. تمام. طب التشيست اكس راي نوت دايجنوستيك، ابتدي اعمل اسسمنت بقى لاسباب معينه، يعني لا الاي سي جي دايجنوستيك للاكيوت كوروناري ولا التشيست اكس راي دايجنوستيك لاي حاجه، يبقى انا هعمل اسسمنت بقى لحاجات معينه بعينها كده اهو، زي مثلا البلمونري امبوليزم. طبعا مش موضوعنا بقى، مش هنذاكر كل مره، دي حاجات بقى ديتيلد يعني للكارديولوجيست. بس انا دلوقتي انا المفروض اعمل ايه؟ ابتدي اشوف مثلا pulmonary embolism، البيريكاردايتس، اورتيك دايسكشن، اعمل ستراتيفيكيشن لمدى خطوره العيان ده انه يكون اصلا اكيوت كوروناري سندروم. فده المفروض بعمله في حاله لا الاي سي جي مبين لي ولا التشست اكس راي مبين لي. تمام. فسؤال هنا بيقول لك اول الانيشال ثيرابي، الواحد الهيموداينامكس بتاعته ستيبل تمام، يبقى هو عرفنا احنا نمشي في انهي اتجاه. chest pain وسسبكتد acute coronary syndrome ولو ريسك الاورتيك دايسكشن، اعمل له ايه؟ اسبرين. بيقول لك ايه وات ويل يو ادمنستر؟ ايه الانيشال ثيرابي؟ مش اي سي جي يعني، انا بقول لك ايه الدواء اللي هتديه له؟ يحط لك 60 دواء، ما احنا مش عارفين هو عنده ايه. suspected coronary syndrome ولو ريسك اوف اورتيك دايسكشن، خلاص يبقى اسبرين. تمام.
ده بيريديوس الريسك يعني للانفاركشن وبيحسن المورتاليتي زي ما هو مكتوب يعني. كل العيانين اللي عندهم اكيوت كوروناري سندروم لازم ياخدوا ديوال ثيرابي اول ما يوصلوا الاستقبال زي ما احنا قلنا قبل كده، اسبرين والاي دي بي ريسبتور بلوكر. تمام. احنا بنتكلم على الاكيوت كوروناري سندروم مش حاله ستيبل انجينا. تمام. بيقول لك ايه البارامترز، ده سؤال بقى قلناه في الاول ولو انت مركز هتجاوب عليه بسهوله. واحد عنده اكيوت ام اي دلوقتي، هو هايبوتنسيف وباي بازل كراكلز وفي سيستوليك ميرمر، خلاص احنا قلنا دي حاله بقى مايترال ريجيرج وبابيلار ماسل باظت ومش عارف ايه. فهو بقى السؤال هنا، احنا عارفين ان الليفت فنتريكل دايستوليك بريشر طبعا هيزيد، كان ليفت اتريال سايز، هي دي اللي لخبطت الناس، ان هو نو تشينج. مش معنى ان الدم ابتدى يكتر في الليفت اتريوم ان هو لازم في نفس اللحظه تلاقيه بقى قد البالونه، لا عادي. مفيش significant change ممكن يحصل في حجم الليفت اتريوم برغم ان في ريجرجيتيشن. ما نربطش دي بدي، مش معنى ان في دم زياده او في بريشر عالي يبقى على طول هتلاقي الاتريوم يعني في acute changes في الحجم بتاعه. اللي بعده ماشي، ده سؤال قلناه 100 مره، ايه الديوال انتي بليتلت ثيرابي بتاع الام اي؟ خلاص اسبرين واي دي بي ريسبتور بلوكرز، ونقدر نقول مبروك خلصنا اخيرا الاسكيميك هارت ديزيز عشان نبتدي نتكلم عن الاريثميا.